ورحمة الله وبركاته. حبيت اعمل لكم كيكة للدايت، اللي عامل دايت وعايز ياكل كيكة ومش عارف ياكل ايه، فهعمل لكم كيكة بالشوفان سريعة وبسيطة جدا وسهلة وفي 5 دقايق. طبعا دي زبدة الفول السوداني اللي احنا كنا عاملينها، هناخد منها برضو، وهناخد دلوقتي 4 معالق شوفان هعير بيها الفنجان ده. معايا 4 معالق، ولو عوزت ممكن اضيف تاني. تمام. هنجيب الكبة بتاعتنا، هحط فيها بيضاية وهحط فيها 3 تمرات علشان مش هضيف ولا سكر ولا اي حاجة. اما الشوكولاتة اللي تشيبس والزبيب ده للتزيين. ومعانا هنا هاخد حبة لبن بساط، يعني مش هاخد ده كله، وواحدة فانيليا، وهناخد معلقة واحدة بيكنج باودر. يلا نشوف المقادير ونبتدي. عندنا طبق هنحط فيه البيضايه، هنا 3 تمرات، وهنحط عليهم كيس الفانيليا طبعا عشان زفارة البيض. هتقولي لي ده سكر، بس يعني مش زي السكر بتاعنا العادي. وهنحط معانا معلقة واحدة من الخل زي الكيكة بتاعتنا العادية ما بنستخدمها. تمام. وبعد كده هنحط من اللبن. طبعا ده اللبن ده كامل الدسم، فهنشيل منه القشطة وناخد منه اللبن بس. تمام. ثانية واحدة. طبعا عندنا اللبن اهوت، شلنا منه القشطة. نقول نحط ادي معلقة 2 3، لو عوزنا ممكن ناخد تاني. طبعا هناخد الخليط دوت هنضربه في الكبة ونرجع تاني، يعني مش هنضيف اي حاجة عليها. طبعا احنا اتفقنا ان احنا ممكن ناخد نص معلقة من زبدة الفول السوداني، طبعا علشان دي نص معلقة من زبدة الفول السوداني، مش هناخد كتير علشان التمر هيسكرها واحنا مش عايزين حاجة مسكرة قوي. طبعا معانا الخليط، فاحنا هنصبه كله بكل اللي فيه حتى البواقي بتاعة التمر. اهم حاجة بواقي التمر دي لانها بتبقى عاملة زي الشوكولاتة اللي تشيبس فيها، فاحنا مش هنعمل اي حاجة. طبعا هيبقى في حاجات تاني بواقي كده جوه الكبة من التمر. خدنا باقي اللبن ورحنا مفضيينه كله، اللي هو معلقتين اللبن، وهنفضيه وهنقلبه كده. ارفعي فوق سنة سنة. طبعا هناخد احنا معايرين هنا الفنجان ده 4 معالق، فهنضيف حبة حبة. طبعا ده شوفان مطحون، فانا طحناه في الكبة عادي وحطاه في الكيس بتاعه، هو بيجي كامل الحبة، فهوريهولكوا برضو هو كامل. انا جبتلكوا الشوفان اللي كامل الحبة بيبقى بالشكل ده. طبعا بيبقى ليه وصفات تانية في الفطار في اي حاجة. وادي طبعا اللي مطحون، يعني ده هو ده، بس ده اتطحن في الكبة. طبعا ده بنفطر ساعات بيه، وهبقى اقول لكم على الوصفات بتاعته. اما دوت اللي بنعمل بيه كل الوصفات بتاعتنا. فهنضيف حبة حبة وهقلب. طبعا بنحط حبة صغيرين حبة صغيرين علشان ده مش زي الدقيق العادي، دوت بيبقى عامل زي النخالة كده، زي الردة، يعني بيبقى تقيل مش بيبقى خفيف. وثانيا مش بيعلى في الفرن مش زي الكيكة العادية. طبعا هنا هنحط حاجة تانية، هنحط معلقة من البيكنج باودر عليها. طبعا هي برضو مش هتترفع قوي، بس علشان تدي نفشة مش اكتر. دي معلقة برضو هقعد اقلب فيها بالشكل دوت.
وطبعا في كل وصفاتنا ما بننساش حاجة بنحطها، هي سنة من ملح بسيطة جدا، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش هحط كتير قوي لان في الدايت مش بنحط ملح كتير، اكلنا كله بيبقى زي الطبيعي كده. طبعا هي بدأت تفور فلازم نحط بسرعة. هحط باقي اخر حبة هنحطهم بالشكل ده كده، ونقعد نقلب فيها كويس عشان انا مش عايزاها تفور في الطبق. دي كده اخر حاجة بتبقى سايلة بالشكل دوت. طبعا هي لسه بتشرب في البيض واللبن، طبعا ما حطيتش سكر خالص، ما عملتش اي حاجة خالص. تمام. طبعا عندنا هنعملها في ايه، هنجيب العلب اللي هي الفويل ديت، وهنحط فيها سنة زيت بسيطة جدا. مش هنقول زيت زيتون طبعا عشان الزيت زيتون لما بيخش على النار بيتحرق وبيبقى غلط. هي ندعة في كل مكان، وهنوزعها كده بالحروف مش اكتر. حاجة ما تتكررش بس عشان ما تلزقش. طبعا هنشوفها هي هتاخد كام طبق او كام علبة. هنقلبها تاني كده اهو. طبعا هنجيب هنشوف هتاخد قد ايه. نحط هنا معلقة وهنا معلقة. انا عايزة اقسمهم على التلاتة بس، لاني انا محتاجة الواحدة تكون صغيرة مش كتيرة، عشان طبعا اللي بيبقى عامل دايت مش بياكل كتير. كده تمام. هرجع لكم تاني. عندنا دلوقتي بقى التلات اطباق دولت. اول حاجة هحط هنا تشيبس. طبعا قلنا يا جماعة دي بسيطة، يعني معلقة واحدة مش اكتر، مش هتضر بدل ما كنا بناكل كتير يعني. تمام. ممكن نحط دول الجنب هنا لانه هتسيح. وممكن نحط بقى هنا زبيب. طبعا هنجيب صينية فيها مية بالشكل دوت، وهحط فيهم الثلاث اطباق دولت وادخلها الفرن علشان تستوي. طبعا على الوسط على 180 درجة، وهنشوفهم بعد ما تستوي. طبعا هنجيب السكينة. طبعا هي استوت، وهنجيب السكينة علشان نختبرها. فهندخل السكينة وهتخرج مفيهاش اي حاجة، تبقى استوت. وطبعا لما بتخرج من الطبقة بتاعتها بتبقى زي كده. طبعا بصوا هشة ازاي، طلعت هشة بصراحة وجميلة. هنفتحها زي الكيكة ازاي. طبعا الطعم بتاعها جميل جدا، ممكن تتشرب مع قهوة. افضل القهوة تكون سادة. وهنا دي بالزبيب، ودي شكلها روعة وطعمها احلى بكتير. بجد جربوها، ولو حبيتوا وصفات للدايت تاني حلو او حادق قولولي عليها. سلام.